خويا رسميا اليوم اسهل مباراة راح يلعبها المنتخب السوري ضد المنتخب المغربي، واذا خسرنا سموني لولو الدلوع. سيقوم المنتخب المغربي بملاقاة نظيره وشقيقه المنتخب التونسي في المطار، لأن المنتخب السوري رح يخسروا مثل ما خسر إخواننا التوانسة. وجهزوا حالكم. أهل المغرب زعل ما بدنا، دقت طبول الحرب، المباراة محسومة لسوريا. بكرة موعدنا إن شاء الله تعالى، الفوز من نصيبنا، من نصيب النسور بني أمية إن شاء الله 2-1. وبكرة الكسكس المغربي راح يقلب سوري إن شاء الله. الصحراء سوريا، الطاجين سوري، القفطان سوري، الدقة المراكشية دقة سورية، الكسكسو سوري، كل هذا سوريين. تهديدها راح تفوز علينا بكرة. ناس دي المغرب الكسكس وراه سوري، والطاجين حتى هو سوري، ورباح بدنا الله سوري، وكيف كما يقولوا الميدان يا حميدان. معلم شايف هي دقني؟ شايفها؟ أنا لو بتفوز المغرب علينا أنا رح أحلق. مباراة المغرب ضد سوريا ضل بدها ساعات، وهي المباراة فيها تحدي ودق خصوم، وكل التوقعات بتقول تأهل المغرب على المطار إن شاء الله. طيارتين، طيارة للاعبين وطيارة الأهداف اللي بياكلوها من سوريا. وإذا ما كنتم عارفين اسألوا تونس عم تبكي بصمت وعم اسمعوا هاني شاكر. مبروك للمنتخب المغربي الفوز بالمباراة. ألف مبروك للمغرب ولجماهير المغرب بالفوز على منتخبنا والتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب. هارد لك المنتخب السوري، ما قصرت، سويتوا اللي عليه.